هذه الحلقة ليست لأصحاب حساسية اللاكتوز والمعدات اللطيفة الضعيفة 8 أنواع لبن بالشوكولاتة، وهنقارن ما بينهم ونشوف مين يستحق رقم 1 ومين يستحق رقم 8. منافسة شرسة جدا. أول حاجة معانا الصفا. صفا ده بتاع لبن أب على فكرة، بتاع لبن أب ما نعرفش. دي الشركة بتاعت لبن أب. المراعي مليحة. خلاص احنا عرفنا النطق الصح عشان ما حدش يقعد لنا في الكومنتات ايه الكلام ده. مرموم KDD السعودية، مزارع العين ولاكنور. يلا بينا. بعد كده بقى المفروض عندنا 8 مراكز، بس احنا مسميين كل مركز باسم معين. خلاص تعال نقولهم من اول 8. رقم 8 يا شوكولاته ما تمت. 7 شوكولاتة على البلاطة. 6 شوكولاته في الطراوه. 5 الشوكولات وجري. يا رب. 4 كاكاوي. 3 مشوكلت. 2 اشغال شوكولاته جدا. 1 شوكو جيل. يا ترى مين في حبايبنا الحلوين دول بقى اللي هياخد شوكو الجيل؟ يلا بينا نشوف. ما عنديش ادنى فكره. يلا بينا. تعال ندوق الاول زي ما انت قلت كده بالترتيب العشوائي اللي احنا عاملينه. خلاص يلا بينا. اهم حاجه الرج المستمر. ده الصفا اللي هو بتاع لبن اب. تمام يلا بينا. ندوق بالشاليمون. بالشاليمون يلا بينا. عايزين نجيب المناديل. يا لهوي. ده انا عارفه هديله ايه. طب قولي لي عشان احنا هنتخانق شكلنا. بصراحه ده طعمه حلو جدا. انا عاجبني، ما توقعتش. طعمه كاكاو، فده انا شايفه. ايه اللي طعمه كاكاو؟ ما هو اصلا شوكولاته باللبن. انا فاهمه هو شوكولاته باللبن وليس مشروب كاكاو. انت مش فاهم الفرق. مشروب كاكاو وفي مشروب شوكولاته، دي كلها مشروب شوكولاته، مش مشروب حتى بنكهه الشوكولاته، لا هو مشروب شوكولاته. ماشي الشوكليت ميلك. ايوه انا دي مش حاجه وحشه، انا هديله رقم 4. انا شايفه رقم 4 يستحقه كاكاوي. ايوه انا ماشي. شايفه كده. انت شايف انا برضو ايه؟ انا حاسس ان انا هديله في النص حاجه في النص لان هو عجبني جدا. لذيذ بصراحه وسكره مظبوط جدا. خلاص ماشي نديله كاكاوي، واحنا ممكن نغير خلي بالك في اي وقت. المراعي نحط المنديل ده على جنب. يلا بينا. الغني عن التعريف طبعا مش المراعي. محتاجين نعرف. يلا بينا. المراعي ده تحس ان فيه كراميل. في كراميل وفي حرق. في حاجه حرق في حاجه محروقه. لا وتقيل. الكونسيستنسي بتاعته تقيله، وبصراحه حاسه مسكر يعني شويه مسكر شويه. طب نديله ايه ده؟ انا شايفه ممكن ياخد 5. 5 صح؟ الشوكولات وجري. شوكولات وجري صح. سيبني انا مسؤول التنظيف هنا. ماشي يا معلم. النهارده المراعي هياخد رقم 5 شوكولات وجري. الشوكولات وجري يا مراعي. الشوكولات وجري يا مراعي. تمام. ده بقى انا متحمسه له جدا. مليحه. انا ده جايبه. احنا ده دقنا اللبن الساده بتاعه قبل كده وكان خطير بصراحه. فاكر ده كان تحفه. جدير بالذكر ان مليحه ده حليب الجدير مع الجدير بالذكر ان مليحه ده حليب عضوي اورجانيك. يلا بينا. المفروض يكون فيه طعم بريميوم بقى. اتوقع بصراحه مش مرجناش. الناس تقعد تقول لك في الكومنتات رج. ماشي يلا بينا. دوقي انت الاول. يلا بسم الله. ايه كل ده بتدوقي؟ خلصي. لما تدوقها تعرف. انا عايز افصل بميه. طب انا نسيت افصل بميه. ماشي. 2 3. عرفت انا دقت كتير ليه؟ عشان بتشفط قليل. لا غير كده. انا بالنسبه لي طعم الشوكولاته خفيف جدا يكاد أيوة. لا يذكر اصلا. بالظبط. اللبن طعمه قوي جدا، باين ان اللبن نضيف قوي. بس الشوكولاته قليله جدا. الشوكولاته بعيد جدا. فانا شايفه مثلا ممكن ياخد شوكولاته على البلاطه مثلا. بالنسبه لي شوكولاته على البلاطه ولا شوكولاته في الطراوه؟ شايفه شوكولاته على البلاطه. انت شايف ايه؟ 7 يعني. هرجع لك كلمه شوكولاته على البلاطه فعلا. لا هي الشوكولاته على البلاطه فعلا علشان خاطر اللبن فيه قليل. الشوكولاته فيه قليل. بس هو مش معنى انه واخد 7 يعني هو وحش. لا هو حلو، بس احنا بنقيم من حيث نسبه الشوكولاته فيه. ميكس وشوكولاته مع اللبن والحاجات دي، فاحنا عايزين نبقى يعني بصراحه مليحه يستحق 7 شوكولاته على البلاطه بالظبط. بس هو اللبن طعمه باين قوي ان هو طعمه نظيف. طعم اللبن فيه قوي، يمكن عشان كده هو بالظبط. دلوقتي معانا مين؟ مرموم. يلا بينا. انا رجيت. يلا بينا.
ده بصراحه حاسس ان هو مش عارف، فيه طعم ارتفيشال كده شويه جدا مش صح؟ عاجبني خالص. والسكر فيه زياده شويه. لا لا يعني ده شوكولاته ما تمت، ده شوكولاته ما تمت بجداره. بجداره مرموم. هما بيحاولوا يجيبوا طعم الشوكولاته بس هو الشوكولاته ما جاتش، ما فهي جاتش معاهم. يا شوكولاته ما تمت فعلا، يا شوكولاته ما تمت مرموم اخد رقم 8. احنا دلوقتي ما عندناش اي حد دخل في حاجه او الكلام ده كله. هنا بقى المنافسه ده بقى الشرسة. المربع الذهبي. معانا المربع الذهبي KDD والسعوديه والعين ولاكنور. يلا بينا. بس تعالي بقى عشان لسه في خلي بالك هنا في شوكولاته في الطراوه، خلي بالك. اما نشوف. بس انا متاكد KDD حاجتهم KDD اكيد خطير. انا بخاف نفصل بميه انا وانتي. ايوه عشان صح. بس نقعد سنتين ولا ايه؟ انا حاسس الشوكولاته طعمها خفيف جدا. ما توقعتش كده الصراحه. لا طعم الشوكولاته طعمه حلو. السكر قليل بس طعم الشوكولاته خفيف جدا، وحاساه مدي على كاكاو شويه برضو، مش شوكولاته يعني. انا شايفاه يستحق شوكولاته في الطراوه. شوكولاته في الطراوه. انت شايف ايه؟ لا ما شوكولاته في الطراوه، حاسس ان الثلاثه دول ممكن هنبدل بعدين بقى لو في حاجه اقل منه هنطلعه قدام، بس الشوكولاته قليله جدا. حاجه اقل منه هنطلعه قدام ازاي؟ لو حاجه اعلى منه لو حاجه اعلى منه قصدي ما تركزيش لو حاجه اقل منه ماشي. لو حاجه اقل منه هنضطر نطلعه. الناس فاهماني. شوكولاته في الطراوه رقم 6 يروح لKDD. يلا بينا السعوديه. متضايق والله العظيم. حليب السعوديه. يلا بينا. حليب الخير. قشطه. ارمي اللي هينظف الكلام ده. هننظف بعدين. ماشي. بيقول لك insert straw او ادخل الماصه. ما بيقولش الكلام ده في الفيديو. بيقولوش شاليمو ليه طيب؟ شاليمون. يلا بينا. ماشي. متحمسه لده جدا بصراحه. السكوت ده مش مقلقني. انا عجبني ده الصراحه، ده حلو ده. انا عجبني برضه. ده جامد ده. بس انا الصراحه لسه مش حاسه ان هو يستحق 2 أو 1. فشايفه ياخد رقم 3 بس ثواني عشان نتفق اتفاق على بلاطه. ماشي يا بلاطه. احسن من كل دول صح؟ بصراحه احسن من كل دول. ايوه انا شايف ان ممكن يطلع حاجه احسن. جامد. السعوديه هياخد مشكلت. فضل لنا مزارع العين ولاكنور. يلا ندوق لاكنور الاول. ماشي. بس في ثواني بقى عشان ده مكتوب عليه دبل شوكليت، بس الصفا ده برضه دبل شوكليت وده دبل شوكليت. كله دبل شوكليت. خلاص انا قلت هنظلم حاجه فقلت خلاص تمام ماشي. يلا بينا. ده شكله بريميوم الصراحه يعني. ملوش ريحه. بعد كل ده ملوش ريحه. ده مش هزار، ده ضرب نار بصراحه. ولازم ناخد القرار. اقول لك على حاجه من قبل ما ادوق مزارع العين. هو ده اقول لك وصفه الدقيق ايه؟ دبل شوكليت، وهو جامد. فيه نوعين شوكليت بس دارك. انا حاسه فيه شوكولاته دارك. في شوكولاته دارك في الموضوع صح؟ نو ارتفيشال كلرز مش عارف. وهو السكر فيه قليل جدا. ما هي دي بقى حاسه ما فيهوش سكر. متظبط بقى الميكس ده جامد. بس هو ممكن ما يعجبش كل الناس فعلا لان هو مش مسكر، وكمان الشوكولاته اللي فيه دارك. بس احنا بما ان ده احنا بنحبه فانا شايفه. بس لا انا بصراحه ده اقوى منهم كلهم. انا هو اقوى منهم كلهم. انا شايف ياكل شوكو الجيل. متاكد بصراحه. طب استنى ندوق العين الاول. حطه مبدئيا وندوق العين. شوكو الجيل. ندوق العين ونشوف. يلا بينا هنشوف العين بقى ونقرر. هو العين لونه فاتح الصراحه بس فاتح يعني ده مش على طول. ماشي. تدوقي بعدين. عارفه فكرني بايه؟ فكرني بمرموم. فصح ولا انت شايفه ايه؟ مسكر وفي نفس الوقت طعم الشوكولاته خفيف او مش حاسس برضه بيبقى في فرق بين ما تدوقي الشوكولاته طبيعي والشوكولاته مش طبيعيه. في حاجه مصنعه كده شويه. الفكره ده حليب طازج. ده حليب ماشي بس الشوكولاته. طب استنى دوق تاني. بس هو مسكر يعني. ده تعليق عليه بصراحه مسكر قوي صح؟ الشوكولاته مش ريتش فيه. مش قويه كده اللي هو لا شوكولاته خفيفه. انا شايفه الصراحه ان احنا محتاجين نبدل حاجه ونحطه مثلا من اول 5. موضوع محير قوي. انت حطيتنا في حيره. تتعصبش على العين لو سمحت. حاضر اتعصب على البق. طب شايف نبدل السعوديه يطلع هنا 2. السعوديه بدل ما يبقى مشكلت هيبقى اشغال شوكولاته جدا خلاص. والعين ياخد مشكلت. لا 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 لا, لا. انا حاسس الصفا احسن الصراحه. دوقي كده الصفا كاكاو. الصفا واخد كاكاوي يستحقها بجداره. دوقي.
تصدق جامد. الافتر تيست بتاعه جامد على فكره، جامد جدا الصفا ده، طب جامد خلاص. جدا. انا حاسس ان الصفا ده ممكن ياخد 2. صح كده؟ جدع. انا عايز الشجاعه. ده بقى كاكاوي، لان هو فعلا طعم الشوكولاته خفيف جدا يكاد يكون لا يذكر. بس احسن من مراعي. بصراحه المراعي مسكر جامد، يعني انا التقييم ده بناء على نسبه السكر. الاتنين مسكرين، بس ده العين مسكر اقل. المراعي مسكر جامد قوي بجد، انا ما اقدرش استحمله. في سنه حرق، في سنه حرق كده عامله زي الكراميل المحروق. لا ما عجبتنيش فيها الحته دي بس، وتقيل يعني. مثلا انت لو عايز لبن بالشوكولاته يبقى عايز حاجه خفيفه بالظبط. خلاص يبقى انا كده بصراحه راضي عن اللي احنا فيه. يبقى كده مرموم المركز الثامن الشوكولاته ما تمت مليحه، المركز السابع الشوكولاته على بلاطه، KDD رقم 6 شوكولاته في الطراوه، المراعي 5 الشوكولات وجري، العين 4 كاكاوي، حليب السعودية مشكلت رقم 3، رقم 2 أشغال شوكولاتة جدا وهي شركة صفا القادمة بقوة. مفاجأة الحلقة بجد. ولاكنور رقم 1 شوكو الجيل. ومفاجأة برضو أنا توقعت مفاجأة. إن لاكنور هيجي مثلا هنا حاجة مديوكر، بس لا هو طلع رقم 1. مفاجأة. بس بقول لك على حاجة، ربنا يستر علينا من الألبان اللي احنا شربناها دي كلها، عشان احنا ما بنشربش، احنا لاكتوز، لان احنا لاكتوز عايز اقول لا بنشرب لاكتو فري وخلاص، لان احنا لاكتوز انتوليرنس. وبكده يبقى احنا عملنا الدليل الشامل لاحلى ألبان بالشوكولاتة في السوبر ماركت.